شكرا سيد الرئيس. في بداية مداخلتي نترحم على شهداء الوطن، شهداء الواجب اللي قدموا تضحيات كبيرة برشا لبلادنا. كيف نشكروا كل الأسلاك اللي تدخلت أثر نزول الأمطار في جنوب الشرق عامة، واللي هم بذلوا مجهودات كبيرة برشا. الشكر هذا ما يكفيهمش، على خاطر هما خدموا في ظروف وإمكانيات محدودة جدا. حاليا في ولاية مدنين وفي هذه اللحظة بالذات ما زال هناك العديد من المنازل محاصرة من المياه، العديد من المنازل والعائلات اللي دخلهم الماء إلى وسط منازلهم. بالتالي ضرورة أنه إلى المتابعة اللصيقة في هذه الفترة في ولاية مدنين وفي العديد من المعتمديات. إلى حد اللحظة هذه هناك أبناء وتلاميذ لم ما رجعوش للمدارس. هذا يخلينا أنه نأكدوا على ضرورة التدخل العاجل. صحيح أنه نزول الأمطار هذه في الولايات الجنوب هي غيث نافع، والفلاحين الكل استبشروا خير بهذا الأمطار، وإن شاء الله مثل المواسم الفلاحية القادمة تكون مواسم جيدة. لكن في نفس الوقت الأمطار هذه كانت سببت الكوارث بالنسبة لبعض الفلاحين اللي فقدوا المواشي متاعهم، اللي فقدوا بعض المحاصيل متاعهم. بالتالي نطالبوا من السلطات الفلاحية أنه تتابع هذه الوضعيات. في نفس الوقت كنواب شعب وإثر معاينة ميدانية للعديد من الأحياء والعديد من الطرقات، لاحظنا أنه صحيح الأسلاك والأعوان الأمن والحماية والتجهيز والفلاحة قاموا بمجهوداتهم، لكن في ظل إمكانيات محدودة كان ممكن أنه إذا توجدت الآلات الضرورية كان ممكن الأضرار تكون أخف. لكن لاحظنا أنه الإمكانيات محدودة جدا. احنا اتصلنا بالسلطات المحلية والجهوية والمركزية باش يتدخلوا في تعزيز. وصلت التعزيزات حاليا إلى الولاية، لكن رغم ذلك أنه العديد من الأحياء ما زالت محاصرة. كذلك عاينا انقطاع الكهرباء العديد من المدن. وبالنسبة للعديد من الأحياء في معتمدية جرجيس حاليا في الوقت هذا بالذات هناك المعدات متاع لوناس قاعدة تتدخل. هذا كل يخلينا أنه نأكدوا على السادة الوزراء خاصة في التجهيز في الفلاحة بالنسبة للشؤون بالنسبة للبلديات، أنه السادة الوزراء يمكنوا من الولايات وخاصة ولاية مدنين وبقية المعتمديات من اعتمادات إضافية تمكنهم من على الأقل في الأيام القادمة وفي طيلة السنة من صيانة الطرقات الكارثية اللي حاليا موجودة، وأنه تم تنفيذ البرامج المصادق عليها في الميزانيات الفارطة، خاصة في برامج حماية المدن من الفيضان. نأكدوا على متابعة لصيقة خاصة في الفترة هذه إلى حين رجوع النسق العادي في المدينة. لكن يبقى أنه نقص الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية يخلي أنه الجهة في أمس الحاجة إلى اعتمادات وميزانية إضافية. نتمنى أنه في ميزانية 2018 يتم اعتماد هذه الميزانيات الإضافية. وشكرا.